يا مساء الخير. سمعتوا التصريحات الأخيرة اللي قالتها الفنانة فيفي عبده واللي تقريبا قلب السوشيال ميديا كلها؟ لو ما سمعتش تعالى أنا هسمعها لك. قلتي انه اذا ربنا اراد رح اتحجب. ممكن انت تريدي وتتحجبي؟ هو أنا متحجبة طول الوقت، يعني الكلام ده يتقال للناس الفلتة، أنا مش فلتة، أنا باعتبر إن أنا محجبة، محجبة إن ما أعملش حاجة غلط، محجبة إن أمسك في سيرة الناس، محجبة في لساني، محجبة في كل تصرفاتي. طب أنا مطلوب مني إيه أكتر من كده؟ وإذا كان على الشغل فربنا أي وقت هيقول لي البسي الحجاب فعلا هلبسه، بالعكس هلبسه. انت مستنيه ربنا يقولك ولا لازم انت طب أنا هاقول لك تبادري؟ بقى، يعني أنا هاقول لك حاجة ما قُلتهاش لحد أبدًا، أنا عاملة 37 عُمرة وحاجة 5 مرات، يالّا بقى ودي تقفل البرنامج على كده، لإن مش هاقول لك أهم من دي، بجد، ودي ما قُلتهاش خالص، أنا أول مرّة أقولها، بس عايزة أقول للناس إن ما تشوفوش الظاهر بس. في الكلام ده، طب هوريكم حاجة للفنانة فوفا برضو علشان أعرفكم إن هي بتقول أي كلام وهي مش فاهمة هي بتقول إيه أساسا، وإن يعني مش فاهمة الناس دي بالنسبة لها إيه. تعالوا مع بعض نشوف فيديو للفنانة فيفي عبده من كل الفيديوهات العظيمة اللي بتعملها كل يوم على صفحتها على الفيسبوك وعلى التيك توك. نتفرج مع بعض. ايه يا ماما، رايحة فين يا ماما؟ ها، رايحة فين؟ آه، فيديو فيديو فيديو. اشتاقوا عسلات وفلات للساحل الشمالي. احنا النهارده يوم الاثنين، النهارده الاثنين عشان بتقولوا على فكره الفيديوهات دي قديمه، دي مش قديمه، دي لسه جديده مصورات دلوقتي. عايزه اقول لكم ان انا كويسه وبخير وزي الفل، واطمنوا عليا خالص، الحمد لله رب العالمين. طول عمرك ما تعملي تجاره مع الله وتلاقيها وحشه، هتلاقيها زي الفل، وانتوا زي الفل. انا عايشه في حبكم، بحبكم قوي، لاف يو. وخمسه يلا بقى. زي ما شفتوا ده الحجاب بالنسبة لفوفا، اللي هي طبعا بتتكلم وهي مش فاهمة أي حاجة في الدين، وبتتكلم على الحجاب كأنه حجاب النفس فقط، مش حجاب الشعر وستر الجسم وإن المرأة لازم تبقى مستورة من فوقها لتحتها، وإن يعني ما فيش عندها أي خلفية عن الحلال والحرام بعد ما بلغت من العمر أرذله. إيه رأيكم في اللي قالته الست فوفا؟ طبعا الكلام ده قلب الدنيا جدا من الصبح، والتصريحات اللي قالتها، ومن ضمن برضو التصريحات اللي أنا معرضتهاش إن هي بتقول الرقص مش حرام، مش عارفة إزاي. فبجد أنا بدعي لها بالهداية، إن ربنا يهديها ويتوب عليها في آخر أيامها، لأن الست فيفي عندها تقريبا 74 سنة وهي بتتمنى إنها تعيش لحد 100 سنة. يعني من ضمن التصريحات اللي قالتها في الحلقة أنا نفسي أعيش لحد ما يبقى عندي 100 سنة وأفضل أرقص برضه. فأنا بدعي لها إن ربنا يهديها ويتوب عليها وتفوق من غفلتها، ويهدينا جميعا يا رب، ويهدي كل إنسان مش فاهم حاجة في دينه أو عاصي ويتوب عليه، لأن ربنا تواب وغفور ورحيم. بس دي كانت حكايتي. تصبحوا على ألف خير. اكتبوا رأيكم في الكومنتات، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا عليه إعجاب، وتصبحوا على ألف خير.